السلام عليكم، أنا عبد الرحمن إبراهيم. فيديو النهاردة هيفيد كل شخص بيدور على المنح بشكل عام. خلينا نقول الفيديو ده هيعرفك أساسيات القبول في أي منحة بشكل عام، أيا كانت المنحة اللي أنت عايزها دي في أي تخصص. أولا كده قبل ما نبدأ الفيديو أحب أقول لحضراتكم إن في تريكات كتيرة جدا بس مش معقدة، هما بس كام حاجة كده لازم تعملهم لأنهم بيزودوا فرص قبولك جدا جدا في المنح. وطبعا التريكات دي لو انت عايز تعرفها انا شارح فيديوهات كتير على القناة عن كوميونيتيز هتساعدك مجانا عشان تعرف الحاجات دي كلها. المهم بالنسبة للاربع حاجات الاساسية في اي منحة، اول حاجة معانا هي اللغة الانجليزية، اهم حاجة، ولكن مش عايزك تحبط وتيأس عشان هو مش عايزك تكون بتتكلم انجليزي بروفيشنال يعني، لا هو عايز لما يسألك سؤال تبقى فاهم هو عايز ايه وتعرف تجاوب على السؤال. بس يعني هو مش عايزك تتعلم تطور اللغة وتأثير اللغة على أهلها وعلى النيتيف سبيكر يعني وكل الحاجات دي، لا الموضوع بكل بساطة اللغة تكون منطقية في عقلك اللاواعي. طب هنا في سؤال بيدور في ذهن حضراتكم، وهو لو أنا خلاص المنحة قربت واللغة مش حلوة أعمل إيه؟ الإجابة بكل بساطة أحسن حاجة تطور اللغة الإنجليزية عندك هو الاستماع. اسمع أفلام كتيرة، اسمع مسلسلات أجنبية، اسمع أغاني. لو مش عايز أفلام وأغاني ومسلسلات اسمع بودكاست، اسمع أي حاجة. أهم حاجة إنك تسمع إنجليزي من النيتيف سبيكر الأصليين. دي حاجة. لو انت بقى عندك وقت عليك وعلى الكينج والملك اللي مهما مدحته مش هكفيه حقه والله، وهو الأستاذ إبراهيم عادل. أقسم بالله ما في حد على وجه هذا الأرض حببني في الإنجليزي غيره ولا علمني إنجليزي غيره. بالنسبة لي نمبر 1 في تعلم اللغة الإنجليزية هو الأستاذ إبراهيم عادل. وطبعا ما نقدرش نغلط في النجم محمد رمضان، يعني أنا بتكلم بالنسبة للغة الإنجليزية. المهم الاستماع للغة الإنجليزية مع الأستاذ إبراهيم عادل كمان، انت كده هتطلع بروفيشنال في الإنجليزي، هتتكلم إنجليزي بكل سهولة واللغة هتتطور عندك إن شاء الله في أقل من 3 شهور. تاني نقطة معانا وهي improve yourself. هتقولي يعني ايه؟ يعني لازم تطور نفسك باستمرار، بمعنى انك تقرأ كتب، تسمع للناس الناجحة، تحاول تدخل معلومات مفيدة للسبكونشن عندك لعقلك اللاواعي يعني. ودي معلومة في الخباثة كده عن عقلك اللاواعي، انت كل القرارات اللي بتاخدها في حياتك ايا كانت صح او غلط، انا بتكلم عن القرارات عموما اللي بتاخدها في حياتك، هي بنسبة 90% مش انت اللي واخد القرار. كلام بني ادمين ده. هتقولي طبعا ازاي؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا اللي واخد القرار وانا واعي وانا عارف انا بقولك ايه، انت هتجنني؟ استنى هقولك. طبعا انت عارف ان انت عندك عقلين، عقل واعي وعقل لا واعي، وطبعا العقل الواعي انت واعي بكل حاجة وده مش محتاج شرح. ندخل على القنبلة بقى، العقل اللاواعي. عقلك اللاواعي بيقدر يسجل اكتر من تقريبا مش فاكر، المهم سيبك من الرقم خلينا في المهم. انت من اول ما بتصحى لحد ما بتنام عقلك اللاواعي ما بينامش اصلا، يعني عقلك طول النهار عمال يسجل كل اللي انت بتعمله ايا كان حلو او وحش، ايجابي او سلبي، ويوم ورا يوم وشهر ورا شهر وسنة ورا سنة، ايا كانت حياتك سلبية او ايجابية، فانت عقلك اللاواعي مسجل كل حاجة بتعملها. وهنا بقى يجي السؤال المهم، هو ازاي بياخد القرار؟ طبعا انت عارف ان العقل اللاواعي مسجل كل حياتك، وانت قدامك مثلا خيارين بين اي حاجتين، اللي انت هتختاره هيكون بسبب المعلومات اللي انت بتدخلها لعقلك كل يوم. مثال، خلينا نقول ان انت في المدرسة مثلا وظهرت قدامك منحة مثلا، لو انت قعدت تقول مش هقدر ادخلها وعمال تدخل لعقلك اللاواعي مش هقدر وصعب وكل الكلام ده، الشخص ده هيختار المدرسة وهيسيب المنحة، مع ان المنحة هي اللي هتخليه يدرس اللي هو عايزه وهتغير له حياته. رغم كده هيختار المدرسة لانه عمال يقول مش هقدر وكل الكلام السلبي ده. وفي المقابل لو هو قال هقدر وهحاول وهعمل اللي عليا، وهو مؤمن ومتيقن ان هو هيقدر وهيوصل وهياخد المنحة دي وهيعمل كل اللي عليه، ربنا سبحانه وتعالى هيسخر له كل حاجة على وجه الارض تساعده وهتخليه يتقبل في المنحة. شوف، رغم ان الاتنين عارفين المنحة بس الاول قاعد يقول مش هقدر وحط معرقلات وهمية تخليه ينسحب وتحسسه بانه صح، ده شخص مش عايز ينجح اصلا. هو لو عنده هدف ما كانش فكر وحط معرقلات وهمية تخليه يسيب الفرصة، رغم انه عارف ومتأكد انه لو خدها هتغير له حياته. فخلاصة الموضوع، حاول بكل الحاجات اللي في ايدك انك تدخل كل المعلومات المفيدة الى عقلك وابتعد عن كل ما هو سلبي، لانها قاعدة بتقول نتائجك هي صورة منعكسة لما يراه عقلك أو لما تدخله إلى عقلك. وبرضه نفس الموضوع مع الأكل، مثلا لو بتاكل أكل صحي أكيد هتبقى في جود هيلث، يعني في صحة جيدة. أما لو بتاكل أي حاجة وكل حاجة وعمال تقول هما اللي كانوا صحي خدوا إيه والعمر لحظة والحلوفة مش ملاحظة
والواحد هيعيش كام مرة؟ هو العمر واحد وكل الكلام ده. فانت اللي هتتحمل نتائج قراراتك، محدش هيتحمل نتائج قرارات حد، انت اللي هتشيل احمال نتائج قراراتك. وافتكر ان محدش هيساعدك غير نفسك، فلو انت ما ساعدتش عشان تغير حياتك ابقى قابلني لو حد غيرها لك. هو اصلا محدش عايز يشوفك احسن منه، فاصلا محدش هيحب لك الخير، فانت المسؤول. وطبعا في الزمن اللي احنا فيه ده زي ما تامر حسني قال، لو عوزت ايد تدفيك ابقى امسك ايدك التانية. فحرفيا محدش هيحب لك الخير والنجاح، فانت اسعى وسيب النتيجة على الله. كده ناقص حاجتين هنكملهم ان شاء الله في الفيديو الجاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.